نقطة الكيماوي دي يعني اللي بياخدها بيبقى اتولد من جديد بعد ما تعدي عليه، ما يقعدش يعيط جنبه زي حالات كتيرة جدا أنا كنت بشوفها، أروح ألاقيهم سايبينه على السرير مثلا أو سايبينها وقاعدين بيعيطوا جنبه، لا أنتوا كده بتموتوه. كان أكبر داعم ليا إن أنا لازم أدعم الناس اللي مرت بتجربتي. كان طبعا المريض اللي بياخد نقطة الكيماوي دي بتنزل كأنها نار في الجسم كله، بتنزل كأنها نار في الجسم كله. يا مساء الخير يا استاذه الهام، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بحضرتك. انا النهارده عرفت ان انت الداعم الكبير، وان كل الكتاكيت الصغننين قالوا لي انت اللي واقفه معاهم. دول ولادي. تقدر تكلميني بقى عن الموضوع ده يعني؟ انا الحمد لله متعافيه كانسر. كان حضرتك عندك كانسر؟ كان عندي كانسر ثدي بريست كانسر. الحمد لله بعد الجلسات طبعا والكيماوي والحاجات دي خلصت. كان اكبر داعم ليا ان انا لازم ادعم الناس اللي مرت بتجربتي. اول حاجه طبعا انا متعالجه في ايادي، وكان في هناك اطفال، كنت بدخل على اطفال طبعا شكلهم معروف، بدخل عليهم اعرف اساميهم، اعرف حالتهم، اروح لهم البيوت اعمل لهم بحث. الكبار كمان برضو في ناس كانت بتبقى رافضه العلاج، رافضين العلاج، كنت ادخل لهم اروح لهم بيوتهم. ناس كانوا اهاليهم يتصلوا بيا، طبعا رقم كان معروف في العلاج مؤلم جدا جدا. يعني ايه اللي بيمروا بيه وقت العلاج؟ نقطه الكيماوي دي يعني اللي بياخدها بيبقى اتولد من جديد بعد ما تعدي عليه. عايز اوصل للناس الطبيعيين العاديين المعاناه اللي المريض بيحس بيها عشان يقدروه ويقدروا يقفوا ويدعموه ويقدروا يساعدوه. هو فعلا في اهالي مرضى كانسر كتير جدا وقت العلاج بيزهقوا جدا، بيملوا من خدمتهم. طبعا المريض اللي بياخد نقطه الكيماوي دي بتنزل كانها نار في الجسم كله، بتنزل كانها نار في الجسم كله. يعني صعب جدا على بيبي او على طفل او على اي حد ان هو يتحملها. بيجيب اكتئاب. ناس كتير بتبقى رافضه العلاج، عايزه تموت، تقول لك لا انا مش هكمل علاج، انا هموت. فانا برضو اي حد عنده مريض كانسر يتحمله، يطبطب عليه، ما يقعدش يعيط جنبه زي حالات كتيره جدا انا كنت بشوفها، اروح الاقيهم سايبينه على السرير مثلا او سايبينها وقاعدين بيعيطوا جنبه، لا انتوا كده بتموتوه. لا انا طبطب عليه، لا قاعدين بس بيقعدوا مستنيين بس خلاص مستنيين يموت. هو مش موت، في ناس عندها استعداد طبعا بقدره ربنا والثقه واليقين وكل حاجه، عايزه تعيش زي انا مثلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك. انا شفت ولادي منهارين، وكان اول امتحان ثانويه عامه لابني، حسيت ان انا هضيعهم. قمت وانا طبعا كان شعري واقع، وكنت يعني شبه الموميا، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ده ابتلاء من ربنا، ومعرضين لاي حد في الدنيا ان هو يعني يحصل له عمري ده. الحمد لله ما قلت لا، راضيه. وطبعا كل التجربه اللي انا مريت بيها بدعم بيها بقى الاطفال والكبار والناس اللي بقابلها كلهم. انا بمشي ادور عليهم على فكره، حتى لو في مواصلات عامه وشفت حد وشه باين عليه ان هو بياخد، بروح اساله. لا انا من هنا من البرنامج ده بقى، ومن البرنامج ده في تاكسي اسمه تاكسي الخير. عارفاه عند مستشفى ايادي. ايوه عارفاه طبعا. معاكي تليفونه؟ هو اكيد هيشوفنا بقى. اكيد الراجل ده يعني برضه مفكر بيه الناس، راجل محترم جدا، بيوصل لبرج العرب ببلاش من اي حته في اسكندريه. بمناسبه برج العرب اكبر داعم لسرطان الاطفال. بتعملي ايه للاطفال الصغيرين دي؟ انا مش قادر اصور معاك، مش قادر، مش عارف اقف اتكلم، مش عارف اسال اي حاجه. الحمد لله انا بدخل عليهم، طبعا القبول ده من عند ربنا، انا بدخل عليهم بالحب، فهم كمان بيحبوني. مجرد ما طبطب عليهم او ابوسهم او احضنهم يقولوا احنا خفينا خلاص. ايه الحاجه اللي هي ناقصاهم اللي محتاجينها؟ هم محتاجين الدعم في كل حاجه. الدعم النفسي، الرحلات طبعا. طبعا الدعم النفسي. طب انا لو عايز اخدهم حفله صغننه او اعزمهم مثلا في مكان معين، نفسحوهم حاجه برضو يعني حاجه زي بتاعه النهارده دي، انا متاكده ان مناعتهم عليت. يعني انا ممكن اخدهم مثلا يجوا ضيوف عندي في مكان نختاره، يقضوا يوم ويتفسحوا عشان انا وعدتهم. بس طبعا اي مكان حضرتك تحب باذن الله. ان شاء الله كتير بتعمل كده ان شاء الله. ربنا عندك عيال قد؟ انا عندي اكتر من 400 طفل. 400؟ اكتر كمان. اهاليهم ايه الوضع؟ اهاليهم غلابه جدا. غلابه جدا. طب بالنسبه للعلاج بيعملوا ايه؟ العلاج برج العرب موفره كل حاجه. كل حاجه ببلاش؟ كل حاجه ببلاش. يعني كل حاجه مريض سرطان برج العرب؟ كل حاجه، وعمليات وعلاج وكل حاجه، بس حاليا في نقص في الدواء، كلنا عارفينه. نقص في الدواء، في نقص في العلاج على مستوى اسكندريه. طب والحل ايه؟ البديل ايه؟ الطفل اللي بياخد دواء، والله احنا بنفضل ندور لحد ما بفضل الله نجيبه، لان طفل ما يستحملش زي الكبار. كان في طفل مثلا عنده ورم في مناخيره، ما لقيناش حقنه البنج،
دورنا عليها، والله دورنا عليها، حد من صاحباتي قالت لي انا عندي في القاهره هبعتها لك. طيب انت تقدري تساعديني ان نقدر نجمع الاطفال دي عينيا. ونعزمهم في البيت عندي باذن الله. تمام. نعمل لهم عزومه حلوه كده، حاضر. ينزلوا البسين ويلعبوا في ربنا الجنينه. يجازيك خير، اكيد خلاص؟ طبعا هيفرحوا جدا ان شاء الله باذن عينيا. الله. حاضر. هيبلغوكي بالميعاد باذن تمام. الله، وانا بنفسي هاخد تليفونك بقى تمام. بعد ما أنا نقفل الشرف على ليا يا طول فندم. دلوقتي. شرف ليا، اهلا انا وسهلا. اتشرفت بيكي وأنا جدا، اتشرفت وربنا بحضرتك. يكرمك ربنا وفي يخليك. بيتك وفي عيالك يا وفي رب. صحتك يا في رب. اللي انت بتعمليه ده كله. تسلم. كتر انا خيرك. اتشرفت بيكي جدا. والشرف ليا يا ميرسي قوي فندم. لحضرتك يا شكراً. فندم. الله ميرسي قوي. يخليك. مع السلامه.